استنوا كده ندوق. بسم الله. عظمه. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده الكبده بالرده، حلوه جدا. يلا نشوف عامله ازاي، وكمان اوريكم تسويتها عامله ازاي. يلا تعالى. شايفين ما شاء الله حلوه جدا، مستويه والله الطعم حكايه. استنوا كده ندوق. بسم الله. عظمه. يلا نشوف عملنا الوصفه الجامده دي ازاي. معايا نص كيلو كبده متقطع شرايح رفيعه كده، بصلايه كبيره مفرومه ناعم، عصير ليمونه، توم بودر، بصل بودر، كمون، فلفل اسمر، معلقه صغيره ملح، كزبره ناشفه، شطه حمراء، وده اختياري. اول حاجه هعملها اقول بسم الله، وهاخد البصل هصفيه، هاخد بس الميه بتاعته. بس كده. بعد كده اضيف عليها الليمون والتوابل، وهقلبها كويس، هسيبها منقوعه ساعه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد ساعه هنجهزها بقى للقليه على طول. معايا هنا رده. بسم الله. وهاخد القطعه كده وابدا اغلفها بالرده كويس. اهم حاجه اغلفها بالرده كويس. بس كده بالشكل ده كده. هي بتبقى متقطعه كده بالطول زي قطع البانيه. بسم الله. كده خلصت كل الكميه اللي معايا. يلا بينا نقليها. هنختبر الزيت نشوفه سخن ولا ايه. كده خلاص حلو قوي. بسم الله. النار هتبقى متوسطه. الريحه تحفه، مش قادره اقول لكم على ريحتها وجمالها. نشوف قطعه صغيره كده نحطها جنبها. شايفين ما شاء الله الشوكه نزلت فيها، فهي كده استوت. هطلعها على مناديل المطبخ. بسم الله. بصوا حبه بس اوريكم هي بتتقطع ازاي. شايفين مستويه خالص اهي. كده خلصت الكبده اللي معايا. هنجهز شويه سلطه طحينه كده على السريع. ادي الطحينه. هزود الميه بالتدريج، ميه عاديه خالص من الحنفيه. بسم الله. وهبدا افك الطحينه كده الاول. هزود الميه بالتدريج علشان بس ما تخفش مني قوي. كده كويسه جدا. هزود عليها عصير نص ليمونه، وفص ثوم واحد مهروس، وكمون، وملح، واخر حاجه شطه حمراء. وكده بقت جاهزه معايا. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفه النهارده. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.